لا يوجد قانون يجبرك على إظهار وثائق الزواج عند زيارتك للفندق. وزير العدل المغربي بحث لمدة 20 عاما عن السند القانوني الذي يدعم طلب وثائق معينة قبل الموافقة على منح المواطنين غرف في الفنادق ولم يجده. وقال عبد اللطيف وهبي إن مطالبة الفنادق للمواطنين بالإدلاء بعقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا عمل دون سند قانوني. أدلى وزير العدل المغربي تصريحاته المثيرة للجدل في مداخلة له بمجلس المستشارين، كما أكد أن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا. من حيث كتطلب واحد الوثيقة من عند شي مواطن راه كتمسلو بحياته الخاصة، لأن في أسراره لحياته الخاصة. إلا ما كاينش كينص عليها القانون، إلا طلبتي بها كتولي مخالفة، لأن دخلتي لحياته الخاصة خاصك تدخل ليها. أنا نقول لكم مثلا المرأة اللي كتكون غضبانه ولا مخاصمه مع راجلها كتمشي للوطي تقول لها جيب لنا واش انت ساكنه في الرباط ولا ما ساكناش في الرباط. نطرحوا السؤال اخر، حتى تمشي للوطي يقول لك واش انت مزوج ولا ما مزوج، كيطلب لك عقد الزواج باش يدخل في الحياه الخاصه. اعطيني السند القانوني اللي كيعطيني الحق. ما كاينش، انا عطيوه لي كنقلب على هذه 20 عام ما لقيتوش. اذا اللي تطلب هذه الوثائق راه مخالف للقانون، خصو يتبع قضائيا. كيف استقبل المغاربه هذه التصريحات؟ هذه التصريحات أثارت نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد النشطاء دعوة الوزير باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية وتشجيع على الفساد والانحلال. صابر قال: على حسب كلام السي وهبي فلا يحق لأي أحد أن يطلب من شخص وثيقة عقد الزواج لأنها تتعلق بأموره الخاصة. إذن فما هو دور عقد الزواج؟ سناء الشادلي اعتمدت المنطق في تعليقها قائلة: لو بحثت جيدا السيد الوزير لوجدت سند ديني وأخلاقي منذ قرون وليس فقط 20 سنة. موجة من الغضب تسبب بها الوزير المغربي، وهذا كان واضحا من خلال التعليقات. سلاوي مثلا قال: إذا كان النواب والوزراء أصيبوا بالذهول عند سماعهم هذا الكلام، فما بالك ردة فعل الشعب وشهد تخربيق. من جهته خليفة أكد قائلا: السند القانوني هو المحافظة على مقتضيات الشرع والأخلاق والأداب العامة. غزلان واجهت الوزير بالواقع عندما قالت: وهل هناك سند قانوني فعال أكثر من أننا دولة إسلامية لها قواعد وأسس قرآن وسنة؟ هذه التصريحات لم تغضب فقط العامة، بل أثارت غضب المهنيين أصحاب الفنادق على اعتبار أنها لا تتلائم مع الواقع المعمول به، مؤكدين أن الحصول على هذه الوثائق هو أمر إجباري تطالب به المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة، سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة. وفي هذا الإطار قال أمين الزغاوي مسؤول عن تسيير مجموعة من الوحدات الفندقية لوسائل إعلام محلية إن ما قاله الوزير ليس هو ما يتم العمل به، مؤكدا أن تصريحاته ستتسبب في عدد من المشاكل لأصحاب الفنادق في التعامل مع المواطنين. فما رأيكم أنتم مشاهدين في هذا الاقتراح؟ وهل له علاقة فعلا بحرية الشخص؟ شاركونا آراءكم.